بقيت ولا مرفوعة إلى السلطة العالية بالله حضرة أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس مولاي أمير المؤمنين وحامي حمى الملك والدين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، أعز الله أمركم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. السلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبمناسبة الذكرى 27 وفاة المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه ونور ضريحه وأسكوا فسيح جناته مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يتشرف خديم أعتاب جلالتكم الشريفة عميد الزاوية فلالة طنطان أصالة عن نفسه ونيابة عن شرفاء قبيلة فلالة وأبناء الزاوية ومريديها ومحبيها في هذه الربوع من المملكة الشريفة بتقديم أسمى آيات الإخلاص والولاء وأغلى مشاعر المحبة والوفاء لجنابكم الشريف، مهنئين جلالتكم على الانتصارات التي أنجزتموها وما زلتم تحققونها في جميع الميادين، وما حققه شعبكم من تفوق وإبداع بفضل توجيهاتكم الرشيدة وتعليماتكم السديدة. سائلا المولى جل قدرته أن يتقبل منكم صالح الأعمال ويوفق مسعاكم ويبارك خطواتكم الرائدة في لم الشمل وجمع الكلمة والحرص على مصلحة الأمة، وأن ينصركم نصرا مبينا. معلمين لجلالتكم في كل وقت وحين عن تجديد البيعة الشرعية لمجتمعكم العارف بالله ووفائنا المطلق لجنابكم الشريف وتشبثنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به ذكر حكيم، وأعانكم وسدد خطاكم وأبقاكم الله ذخرا وملاذا لشعبكم وفيه، وأقر عينكم بوريعتكم صاحب السمو الملك الأمير مولاي حسن وصاحبة السمو الملك الأميرة الجليلة لاله خديجة، وشد أزركم بسنكم صاحبكم السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله وبركاته. وحرر بالطنطان يومه الأحد 14 لربيع الأول 1447 هجرية الموافق 21 شتنبر 2025 ميلادية. خديم الأعتاب الشريفة عميد الزاوية الفلالي بالطنطان الشيخ أبو بكر سليم محمد.